السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة العالم التنوع. مرحبا بكم في قناتكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد، وكنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. قريشلات بالاعشاب والقمح الكامل. كنحتاجو فيها هنا بين ربعة ديال الطحين الابيض، ربعة ديال الدقيق الكامل، شويه ديال الزعتر، شويه ديال السانوج، ربع كاس زيت ميكس بين زيت البلديه وبزيت الروميه. وهنا عندي ملعقه كبيره ديال خميره الخبز وملعقه ديال السكر، غنضيف فيهم 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض وكاس ديال الماء الدافئ. غنخلطهم وغنخليها تختمر، غنخليها على جنب. كما كتلاحظوا من بعد ما خمرات لينا ديك العجينه، يعني كتكون ديك الفقاعات، غادي نعجنوها. غنديروا هنايا نص ملعقه ديال الملح، وغنضيف المكونات كاملين، وغادي نضيف الزيت، وكذلك غنضيف هنا الماء دافئ. غادي نضيف شويه بشويه، وغادي نجمع العجينه ديالي وغندلكها مزيان ونخليها ترتاح. كما كتلاحظوا من بعد ما ارتاحت غادي ناخذها، غادي ندلكها شويه، غير ندلكها، غير نديها ونجيبها، وغنولي نخليها ترتاح المره الثانيه، يعني نخليوها تخمر 2 مرات. انا هنايا الاعشاب ما ضفتهمش في الاول، الاخير عاد غادي نضيفهم ان شاء الله. غادي نضيف غنقسم العجينه على 2، وكل نصف غادي ندير فيه الاعشاب. يعني النصف الاول غنضيف فيه السانوش، والنصف الثاني غنضيف فيه الزعتر. عفوا. بالنسبه هاد القراشل صراحه كيجيو رائعين في المذاق، لان السانوج والزعتر. وبالنسبه للزيت البلديه اللي ضفت، يعني انا ضفت هنا ميكس بين زيت البلديه والزيت النباتيه، يعني كيكملوا بعضياتهم، كيعطيو واحد، ومع القمح الكامل بطبيعه الحال كيعطيو واحد المذاق رائع، يعني كيجيو لذاذ. مني غادي نسرح العجينه، غادي نقطع دوائر على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، وغادي نخليها حتى تخمر عاد باش غنولي ندهنها باصفار البيض مع شويه ديال النسكافيه، ورش عليها سانوج، وندخلها للفرن ديجا سخنته، ونخليها طيب على خاطرها بالصحه والراحه. الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله. من بعد غادي ناخذ العجينه وغادي نسرحها بالمقلب، السمك ديالي يكون غليظ شويه، ما يكونش رقيق، وغادي نقطعها بالصاغ الدائري. تقدروا انكم تحكموا في الحجم اللي بغيتو. انا قطعت دوائر شويه صغار وتقطعتها من الوسط واحد غير